عمر مرموش. كشف تقرير صحفي عن تفاصيل مالية جديدة في صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. مرموش بعد تألقه في الموسم الحالي أجبر مانشستر سيتي للرضوخ لطلبات أينتراخت فرانكفورت، والأخير يوافق على رحيل نجمه الأول للتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا. فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بسوق الانتقالات الصيفية، والذي أكد يوم الخميس حسم الصفقة لصالح مانشستر سيتي، كشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأمور المالية. وأكد رومانو أنه حدث تغيير بسيط في قيمة الانتقال، حيث ستصل الصفقة إلى 75 مليون يورو شاملة المتغيرات سيحصل عليها نادي أينتراخت فرانكفورت. مانشستر سيتي حسم الصفقة واتفق على كافة التفاصيل، وأشار رومانو إلى أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. وحسب الصحفي فلوريان بليتنبرغ بشبكة أسكيلنيا، فإن عمر مرموش سيحصل على ما يقرب من 16 على 17 مليون يورو بشكل إجمالي سنويا مع مانشستر سيتي بعد انتقاله إلى ملعب الاتحاد. وأفاد أن صافي راتب مرموش المتوقع مع مانشستر سيتي سيكون 10 ملايين يورو سنويا، في حين أنه كان يتقاضى مليون يورو فقط مع فرانكفورت، وهو ما يمثل زيادة ضخمة على مستوى الأجر بمعدل 5 أضعاف.